حبايب قلبي طلبوها مني وانا ما اقدرش اتاخر عنهم ابدا، هم يأمروا وانا انفذ. ولاد اخويا الله يرحمه طلبوها مني لان انا بتكاتي وحركاتي هم بيعشقوها قوي من ايديا، فانا حبايبي عملتها لهم وحابه ان انتوا تشوفوها برضك. بس قبل ما نبتدي هنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا بينا يلا بينا. هنجيب بقى حلة هننزله بيها على النار، هنخلي المية تغلي. انا هنا طبعا محضرة كيلو لحمة، تمام. هسقطها كلها بقى في الحلة واسيبها تغلي غلوة عشان اطلع منها الريم. ايوه لازم اطلع منها الريم ده يا جماعة، لازم اول ما تغلي اللحمة كده وتطلع الريم لازم ما اسيبهوش، لازم اشيله. هنا طبعا بعد ما شلت الريم في بقى البهارات اللي انا هحطها، في بصل، في ورق لورا، في مستكة، في حبهان، وفي فلفل اسمر. بس هنا انا لسه ما نزلتش من المستكة هنا بعمل فيها تكة كده حلوة قوي، بتدي نكهة حلوة قوي للشوربة. بجيب حتة سمنة بلدي كده واحط 3-4 فصوص مستكة واسيحهم خالص مع السمنة، وانزل بقى بالطشة بتاعتهم في الشوربة كده. بصوا كده اللحمة كده معايا زي الفل، هغطيها بقى واسيبها تستوي على نار هادية كده، تاخد وتدي بشكل ودي كده مع بعضيها. وبعد ما ابتدت تدخل في 3/4 السوا هتطلع الملح، وبعد ما اتسلقت بقى كملت سواها زي ما انتم شايفين كده اللحمة استوت بقت زي. هجيب بقى اعمل الرز. هنا برضك محضرة حتة سمنة بلدي 3-4 فصوص مستكة. هنا المستكة بتدي نكهة حلوة قوي قوي للرز، يعني اعملي الرز بتاعك بفصين المستكة بجد روعة. طبعا هنا انا عاملة 6 كوبايات رز، طبعا لمة العيلة انتوا عارفين بقى. بعد ما المستكة ساحت وكده انا نزلت بالرز بقى عليها وقلبتها. لازم اقلب الرز كده تشويحة برضك عشان يبقى مفلفل وحلو. هكون محضرة المية المغلية على طول، مقدار الكوباية قصادها كوباية مية على طول وكده تمام. هغطيه بقى ويستوي على راحته. هجيب بقى العيش الناشف هنا بحمصه في حتة سمنة بلدي، يعني اكون مقطعاه كده وانزل بقى احمصه واحدة واحدة كده على النار، بيبقى مقرمش وجميل وطعمه زي العسل. بعد ما حمرته هجيب بقى التومة مقطعاها برضو حتة سمنة برضك وعديتها تحميرة، وبعد ما اتحمرت نزلت عليها بحبة خل. حبة الخل هنا زي ما انت عايزة بقى حسب الكمية اللي انت عايزة. هنزل بقى بحبة فلفل اسمر وحبة الملح، حبة ملح شعرة ملح بس عشان اللي انتوا عارفين الخل برضك حادق يعني. تمام اخد غلوته كده كده خلاص. هشيله بقى من على النار. هحمر اللحمة، حطيت حتة سمنة وهنزل باللحمة احمرها. حطيتها برضك على نار هادية تتحمر براحتها. هكون بقى محضرة، جبت العيش، جبت بقى الصينية، جبت شوفي ايه هتعمليها في ايه، بس هي الصينية يعني الدايركس اللي عندي دي جبتها وحطيت فيها العيش الاول. وهجيب الشوربة سخنة، هسقي العيش بحبة شوربة، ما تكتريش يعني الشوربة عشان بس العيش ما يطرش قوي، هو حلاوته ان هو يبقى مخرفش كده. وهجيب كمان الرز، هنزل بقى بيه اسويه كده. بصي بعد ما تحطي العيش حطي كمان كام معلقة خل بتومة كده على العيش قبل ما تحطي الرز. بعد ما حطيت الرز هجيب الخل برضك احطه، الخل والثومة احطها على الوش على الرز، اوزعها زي ما انتوا شايفين كده. احلى حبة فتة عايزة اقول لكم طالعين تحفة. هجيب الفلفل الاسمر كمان، احط فلفل اسمر على الوش. اللحمة طبعا زي ما انتوا شايفين بعد ما اتحمرت وزعتها على وش الصينية. طبعا هنا بقى غرفت الشوربة، غرفت لهم شوربة كمان. وهنا بقى الصينية عظمة على عظمة، حاجة كده تحفة. عايزة اقول لكم طعمها سكر سكر سكر، عايزة بقكم بجد. يا رب تعجبكم. واقول لكم حبايبي الف هنا وشفا على قلبكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.